ازيكم يا جماعة. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي نعمل element او component جوه elementor في الووردبريس ونستخدمها بعد كده في الويب سايت بتاعنا زي ما احنا شايفين. دي هتبقى element او component، هيكون فيها image، فيها header وفيها text. انا عايز element بسيطة في elementor اشدها من الليفت بانل، اسيبها في الصفحة، اغير التكست وخلاص كده. دي هتبقى اسهل ليا واسهل للكاستمر اللي انا بعمله الويب سايت بعد كده ان هو يعمل لها ابديت او يستخدم منها في صفحات تانية، وهتكون بنفس الالوان نفس الستايلينج، مش هيتعب في اي حاجة غير ان هو يابديت التكست وبس. فتعالوا نعمل كده الكومبوننت دي في Elementor. بس اول حاجة احنا عشان نعمل الكومبوننت دي من غير اي كودينج احنا محتاجين حاجة اسمها جيت انجن. جيت انجن، خليني بس انقل دي الناحية دي. الجيت انجن هو بلجن من الكروكو بلوك بلجنز، فهحط اللينك في الديسكريبشن عشان تقدروا تنزلوه وتستخدموه. انا اول حاجه بعد ما عملت سيت اب للجيت انجن هروح عليه في الداشبورد، وهروح على listing slash components، هفتحها وهعمل نيو كومبوننت. الكومبوننت بتاعتي اسمها ايه؟ انا ممكن اسميها مثلا services، وهدوس انتر وهكمل على elementor. طيب، الكومبوننت اللي احنا هنعملها هتكون عاملة زي الحاجات دي كده، اقدر اعمل لها دراج ودروب في الصفحة. فلو بصينا هنا في الفيجما ده الكومبوننت بتاعتي مش واخدة الصفحة كلها، هي واخدة تلت تقريبا. الرو متقسم 3 كولومز، فاحنا هنقسمها كده عشان نقدر نظبط الشكل واحنا بنعمل الاليمنت بتاعتنا. فخليني استخدم الفليكس بوكس واعمل كده 2 ودوبليكت لواحد، كده بقى عندنا 3. تمام، انا بس عايز انزلها في نص الصفحة. طبعا ده مش يعني الفيديو مش عن الديزايننج، فانا هعمل الكلام ده بسرعة عشان نتوجه للجزء بتاع الكومبوننت. فكل اللي انا محتاجه محتاج ايكون او ايمج، خليها ايمج، ومحتاج هيدر، ومحتاج تكست عادي اللي هو التكست اديتور ده. بعد كده هعمل لهم سنتر عشان بس ما يبقاش في حاجة مش سنترد. بعد كده هنا عندنا انا عايز بس اختار الايمج الاول عشان نبقى شايفين شكل الكومبوننت قبل ما نعملها. دي الايكون، طبعا هي لونها ابيض وصغيرة قوي فاحنا عايزينها زي كده، فهنديها باك جراوند كولر. هنختار اللون الاخضر بتاعنا اللي هو ده، وهنديها بادنج عشان تبقى شكلها باين 20 بكسل. وحاجة كمان انا عايز اعمل لها البوردر راديوس اللي هو 6 بكسل، بحيث ان هي يبقى فيها الحواف دي. تمام، عندنا بعد كده الهيدنج، انا عايزه H3. الستايلينج بتاعه انا كنت عامله برضو قبل كده. خلينا ننقل الصورة دي الناحية التانية. ده سيرفيس هيدر، ودي المفروض ان هي هتبقى سيرفيس تكست، وعايزها في النص. تمام، احنا كده خلصنا الستايلينج بتاعنا في السريع كده. تعالوا بقى نربط الحاجات دي بالكومبوننت اللي هتكون في Elementor. هنروح عند السيتنجز هنفتحها، هتلاقيها مختلفة شوية عن البيجز في Elementor. هنلاقي هنا component content controls، هنفتحها ونبتدي نلينك كل واحدة. يعني انا هعمل كذا واحدة، كل واحدة لكل element عندي هنا، وكل واحدة هنا هيتعمل لها لينك بالاليمنت اللي موجودة قدامي. فواحدة واحدة كده عشان ما انتهش، تعالوا نعملها بالراحة. اول واحدة هنا انا عايز اعمل ايه؟ عايز اخلي الكاستمر او اليوزر يختار ايمج. تمام، فانا هسمي دي ايمج. بعد كده هسمي هنا
الكنترول نيم ده اللي هلينك بيه، فلازم يكون حاجة يونيك، ما يكونش متكرر في حاجات تانية. فهسميها image control. تمام. الكونتنت تايب او الكنترول تايب ده هيكون ميديا، سنجل ميديا، بحيث ان هو يقدر يختار الميديا. الديفولت، لو انت عايز تحط ديفولت ممكن تختار الايمج دلوقتي. لو عايز تسيبها فاضية ووقت ما اليوزر يعمل دراج اند دروب في الصفحة يختار هو، تمام. بس انا بفضل احط ديفولت عشان تبقى باينة، فهنختار دي وهدوس select. وبعد كده تمام، انا كده خلصت دي، هقفلها. هعمل اللي بعدها header، هسميه header control، وده هيبقى تكست عادي، وممكن نسميه this is your text. مش هنسميه يعني، قصدي الديفولت هيكون ايه. وبعد كده هنا عندنا اخر حاجة اللي هو التكست اللي تحت ده، هنسميه paragraph مثلا. control، وده برضو هيكون مش تكست، هيبقى تكست اريا عشان يبقى عندهم مساحة يكتبوا فيها. طيب الديفولت فاليو انا ممكن اخد حاجة لوريم ابسوم مثلا كده، حاجة بس توريني ان هنا المفروض يحط تكست. بس كده انا خلصت الجزئية دي. الاسامي بقى اللي انا كتبتها في الكنترول نيمز اللي هو باراجراف كنترول وهيدر كنترول وايمج كنترول، لازم نفتكر الاسامي دي او ناخدها كوبي وبيست في الجزئية اللي جاية. طيب الجزئية اللي جاية هي هنا. انا دلوقتي عندي الايمج انا مختار دي صح، مش هينفع، هنمسحها وهنعمل دايناميك تاجز. في الدايناميك تاجز هنختار من الجيت انجن، هتنزل هنا هتلاقي component control image، الكنترول نيم اسمه image control. كده تمام. ممكن عشان نتأكد ان الاسم صح المفروض ان انا اجي هنا كده اخده كوبي، عشان لو حرف واحد غلط مش هتشتغل. نفتح السيتنجز تاني اهو، كنترول في. تمام. اللي بعده الهيدر، هروح اخد الاسم بتاعه برضو من الهيدر، هنزل على الكنترول نيم كوبي، هروح على الهيدر في الكونتنت، هستخدم الدايناميك تاجز، هنزل على جيت انجن وهقول برضو ان انا عايز الكومبوننت كنترول فاليو اهو ده. طيب الحاجة الاخيرة هو الباراجراف، هاخد برضو الاسم بتاعه من هنا كوبي، باراجراف كنترول، وهدخل هنا في الكونتنت وهعمل نفس الكلام، هفتح الدايناميك تاجز، هدخل على جيت انجن component control values، وهحط برضو الفاليو بتاعي، وكده تمام. اعمل ابديت كده. المفروض ان الكونتنت او الاليمنت دي خلاص تمام اتعملت. بس في حاجة اخيرة، ما ننساش بقى نشيل الحاجات دي، لان احنا لما نيجي نحطها في اليمنتور هتبقى الصفحة في الجزئية اللي انا هحطها فيها، فمش عايز يبقى موجود كل الكلام ده، فانا همسح طبعا ده كله. دي المفروض هتبقى فول ويدث 100%. بس هعمل ابديت. تعالوا بقى ايه، نفتح صفحة جديدة او ندخل في pages مثلا،
البيج دي كان فيها كومبوننت انا عاملها قبل كده. تعالوا نجرب نحط الكومبوننت بتاعتنا معاها. تمام، الكومبوننت كان اسمها service اهي services. خلينا برضو نعمل هنا الفليكس بوكس بتاعنا اللي هو كان 3 دوبليكيت كده، عندنا 3. نحط بقى السيرفيسز بتاعتنا جواها كده. تمام، دي الكومبوننت بتاعتنا. هلاقي هنا بقى ايه، بيقول لي الايمج، عايز اغير الايمج. فلو انا غيرت الايمج مثلا بحاجه زي كده، بس طبعا الايكون دي لونها اسود فمش هتنفع هنا، عايزين ايكون لونها ابيض زي التانية. التكست بتاعي my new service مثلا، والتكست اللي تحت this should be a paragraph. طبعا المفروض هحط كلام اكتر، بس انت كده سهلت على نفسك وسهلت على اليوزر اللي هيستخدم بعد كده الويب سايت ان هو يبقى فيه كومبوننت جاهزة يدراج اند دروب ويغير التكست وبس. طيب لو انا عايز اديله اوبشن ان هو يغير الالوان اللي ورا دي، ممكن برضو نديله الاوبشن ده. لو رجعنا تاني في الجيت انجن في الكومبوننتس هنا نعمل edit، هتلاقي في السيتنجز هنا عندنا الستايل كنترول. فلو احنا فتحنا الستايل كنترول هتلاقيه بيقولك حاليا مش بيدعموا غير الكالرز، فدي الحاجة الوحيدة اللي نقدر نعملها ان احنا نأكتف كالرز. طيب هنخليها image background color. هنا النيم هنسميه color control. الديفولت فاليو هو اللون الاخضر بتاعنا green، وهنعمل update. حاجة بس اخيرة قبل ما نجرب، المفروض ان احنا ندخل على الاليمنت تاني كده، ونيجي على الستايل او الباك جراوند سوري، ونيجي في الكالر هنا. انا هاخد اللون ده كوبي، وهنعمل الدايناميك تاج ده component color control، والcolor control name كان اسمه color control. تمام، انا كده خلصت. هنعمل update، بس الكالر كنترول كان المفروض فيه ديفولت ان احنا عاملينه اخضر. تمام، خلونا نجرب الكومبوننت. نعمل هنا ريفرش ونجرب نغير بقى اللون. هنا لما ننزل تحت الكونتنت هتلاقي ستايل، اللون لو اخترنا اخضر، اخترنا ازرق، لو اخترنا اي لون هتلاقي اللون بيتغير عادي، او انت ممكن تكتب اللون اللي انت عايزه من هنا. فكده عندك كنترول كامل على الالوان. فخلينا نرجعه كده للون بتاعنا تاني جرين بس. اهو كده رجع، ودي الكومبوننت بتاعتنا جاهزة ان احنا نستخدمها في اي مكان. الكومبوننت دي عايز اقول بس ان هي حلوة جدا تستخدمها في الستاتيك انفورميشن، مش حلوة في الدايناميك. الدايناميك فيه حاجات احسن بكتير من كده ان احنا نستخدمها، وده هقوله في فيديوهات تانية. بس الكومبوننت دي في الستاتيك هي احسن حاجة.